ومضتنا النهارده عن اول نصر عظيم للمسلمين، نصر يهز الجزيره العربيه كلها. في يوم 17 رمضان يعني زي النهارده ولكن سنه 2 هجريا خرج 314 مسلم صايمين واقفين قصاد اكثر من 1000 مقاتل من قريش، معاهم سلاح وقوه وعده. المعركه حصلت في مكان اسمه بدر، منطقه فيها بير بين مكه والمدينه، ومن هنا خدت الغزوه اسمها غزوه بدر. بحساباتنا وبالشكل العقلاني المعركه خسرانه، ولكن حسبة ربنا غير، وقبل القتال دعا النبي ربنا، وكان الرد صريح في القرآن في سورة الأنفال. ربنا قال له هنزل ملائكة تقاتل معاكم، وبفضل الرحمن انتهت المعركة بنصر مدوي للمسلمين. 70 من المشركين اتقتلوا و70 اتأثروا، وكان من بينهم قائدهم عمرو بن هشام اللي احنا عارفينه باسم أبو جهل. واستشهد من المسلمين 14، 6 من المهاجرين و8 من الأنصار. ده كان أول نصر حقيقي للمسلمين يغير ميزان القوة في الجزيرة العربية. عشان كده الغزوة دي اتسمت يوم الفرقان، لأن ربنا فرق فيها بين الحق والباطل، لأنها كانت أول مواجهة كبرى تثبت أركان الدولة الإسلامية. ودي كانت ومضة بتحكي جزء من الحكاية.